السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن كنتم من المتتبعين الجدد لقناة فلا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس. أكد فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مداخلته على راديو مارس أن المغرب لن يقبل بالهوان ولو بقي فيه عرق واحد ينبض، خاصة في كل ما يمس بوحدته الترابية أو الإساءة له، مضيفا بكل تأكيد سنستأنف قرار وعقوبات اللجنة التأديبية التابعة للكاف لأنها أقل بكثير من سقف المعقول. لدينا مهلة، لذلك هيئنا ملفنا مع استشارة قانونية قوية. من غير المعقول أن يمر ما حدث في الشان بهذا الشكل. منعنا من استعمال ناقلنا الرسمي والتنقل عبره وفق ما يكلفه لنا القانون، شيء لا يمكن القبول به، وشتم جماهير المغرب التي تنافس حاليا على لقب الأفضل عالميا لن يمر مرور الكرام. وبطبيعة الحال لن نتنازل عن حقنا إزاء ما حدث في حفل الافتتاح بخطاب شخص فاقد للشرعية، وتحديدا لمضمون الخطاب الذي استهدفنا مباشرة. ننتظر الإنصاف عبر لجنة الاستئناف، وإذا لم يحدث ذلك فلن يكون من خيار سوى التوجه صوب الطاس للدفاع عن حقوقنا. المسألة واضحة، لن نصمت ولن نتنازل عن حقنا في هذه القضية ولو بقي فينا عرق واحد ينبض. نحن منفتحون على إفريقيا بفضل سياسة ملك البلاد نصره الله، ولا علاقة لموقفنا هذا بالتموقع أو شيء من هذا القبيل، بقدر ما هو سعي لتنزيل القانون وفرض نصوصه، وهي واضحة. ومثل هذه القرارات التي صدرت مؤخرا تحرض على العبث بالقانون المنظم للعبة وروحها الرياضية.